أهلا بكم من جديد. بداية النشرة من مراكش، حيث تنعقد الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدولية، والتي تتمحور حول قانون الشغل والتنوع. حوالي 500 مشارك ينكبون على مناقشة أبرز القضايا القانونية والعملية في ظل التحولات التي يعرفها العالم وتأثيرها على قانون الشغل. أمينة علام ومحمد حسن مسكور. بحضور حوالي 500 مشارك يمثلون هيئات المحاماة من أزيد من 100 دولة عبر مجموع أنحاء العالم، تنطلق أشغال المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدوليين التي اختارت المغرب ومدينة مراكش لاحتضان هذه التظاهرة تقديرا للخطوات التي قطعها المغرب في مجال قانون الشغل. المؤتمر يسلط الضوء على الإطار التشريعي والمستجدات التي يعرفها قطاع الشغل، والتي تراهن على مواكبة التحولات التي يعرفها العالم من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وهي مناسبة للتعريف بالإطار التشريعي المغربي والمستجدات التي يعرفها، وأيضا للاطلاع على التجارب المقارنة في مجموعة من الدول من خلال مناقشة مجموعة من المواضيع مع ممارسين في حقل العدالة. تحولات كبيرة يشهدها العالم طرحت العديد من الإشكاليات في عالم الشغل، كان لابد للمجتمع الدولي أن يواكبها. المؤتمر يسلط الضوء على أبرز القضايا القانونية والعملية التي تواجه المحامين والشركات في ظل التحولات الرقمية وتأثيرها على قانون الشغل. Nous avons décidé plus que jamais. قررنا تطوير الروابط بالقارة الإفريقية، والمغرب يعد البوابة الأولى لنطور معا رفقة هيئة المحامين وأيضا السلطات المحلية الدفاع عن سيادة القانون. سنناقش خلال هذه الندوة التي تهم قانون الشغل العديد من المحاور. Donc nous sommes particulièrement touchés. Le ministre du وزير العدل طرح موضوع الرقمنة وأهم التحديات التي تواكب التحول الرقمي، وفي هذا الإطار هناك العديد من جلسات النقاش التي تطرح مواضيع تهم الرقمنة وقانون الشغل، الرقمنة والبيئة، أيضا كل ما يتعلق بتنظيم العمل عن بعد وعالم الشغل في ظل كل المتغيرات. dans un environnement qui est totalement différent. يشار إلى أن نقابة المحامين الدوليين التي تأسست مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وتضم في عضويتها الآن أزيد من 80,000 عضو، تعمل على الدفاع عن استقلال وتقوية مهنة المحاماة وتعزيز الأخلاقيات المهنة وتكريس قيم العدالة. ولمزيد من الإضاءات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مراكش السيد هشام صبيري، كاتب الدولة المكلف بالشغل. مرحبا بك معنا سيدي. إذن لأول مرة تنظم نقابة المحامين الدولية مؤتمرها بالمغرب، ما أهمية انعقاد هذا الحدث في بلادنا بالنظر لمكانة هذه النقابة على الصعيد الدولي؟ أكيد شكرا على الاستفاضة أولا. تفاعلا مع تساؤل ديالكم، أكيد أنه تنظيم تظاهرة من هذا الحجم ديال اللي نظمته النقابة الدولية للمحامين، اللي كتضم بحضور أزيد من 500 محامي من مجموعة من الدول أنجلو ساكسونية مختلفة، حيث كانت مشاركة ديال أزيد ممثلين ديال أزيد من 100 دولة في هذا المؤتمر، وانعقادوا بمدينة مراكش. أنها مراكش دائما أنا كانت حاضنة لجميع التظاهرات، لمجموعة من التظاهرات الكبرى، وانعقاد هذا المؤتمر بالمغرب وفي مراكش خصوصا أنه كيكون دائما هي انطلاقة لمسيرة جديدة تشريعية، وأيضا مسيرة للتفكير في مجموعة من معضلات القانون الشغل، خاصة مع تطور أنماط الشغل، خاصة في كل ما يخص العمل عبر المنصات الإلكترونية والعمل عن بعد إلى آخره. طيب، تحولات مهمة يشهدها عالم الشغل عبر العالم وفي المغرب على وجه الخصوص، ما هي أهم الخطوات التي قطعتها بلادنا في مجال مواكبة الأنماط الجديدة التي ظهرت في مجال الشغل خلال السنوات الأخيرة؟ واكيد انه بالنسبه لنا احنا على مستوى المغرب اننا نواكب عن قرب هذه التطورات هذه، خاصه مع تطور
العمل عبر المنصات الإلكترونية وتطور الذكاء الاصطناعي وكيفية نفوذ هذه الآليات الجديدة أو هذه الأنماط الشغل الجديدة إلى السوق الشغل بشكل عام. لا يمكن أن نقف مكتوف الأيدي وأن نبقى في وضعية المتفرج، بل يجب دراسة هذا التطور من جهة، أيضا الانفتاح على تجارب دولية أخرى وأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بخصوصيتنا وهويتنا نحن كمغاربة، وأيضا أنماطنا التشريعية لها تاريخها، لها استقلاليتها، وانفتاح اليوم على التجربة الأنجلوساكسونية، خاصة أن التشريعات الدولية تنقسم إلى مشاربين اثنين، كاين لو سيستم النظام الأنجلوساكسوني والنظام لاتينو جيرمان. دونك هاد الأنماط جوج كتعرف كاين نمط اللي في ميدان الشغل اللي هو اكثر ليونه واكثر مرونه في كل ما يتعلق بعلاقه شغليه ما بين ارباب العمل وما بين الاجراء اللي هو النظام الانجلو-ساكسوني، وكاين النظام الذي نشتغل به اللي هو النظام ديالنا. دونك اليوم مع هذه التطورات ومع انفتاح المغرب على مجموعه من الدول خاصه في استقطاب الاستثمارات الخارجيه اللي التقت في بلادنا، وايضا اليوم كنعرفوا بان المغرب اصبح ان هوب نيميريك، وكاين رغبه كبرى من لوتوريتي بوبليك في المغرب باش المغرب يلعب هذا الدور هذا على المستوى الافريقي وعلى المستوى القاري. دونك بالتالي انا ما ممكنش نبقاو في وضعيه المتفرج، بل يجب التفكير في تحديث انماط تحديث التشريعات المغربيه بالشكل لانها تجاوب مع هذه التحولات، خاصه التحولات الرقميه والذكاء الصناعي. في هذا السياق سيدي، تطرقتم خلال الجلسه الافتتاحيه الى مشروع رقمنه قانون الشغل، اين وصل هذا المشروع الان؟ هذا المشروع اولا ما ممكنش نفصلوه مع الاستراتيجيه الرقميه اللي تعطات الانطلاقه ديالها في المغرب اللي هي استراتيجي نيميريك 2030. دونك على مستوى هذه المنصه الرقميه اللي تنشتغلوا عليها على مستوى الوزاره، نقدر نقول لك بأنه قطعنا أشواط اللي جد متقدمة، وقريبا إن شاء الله في غضون الشهر ممكن أننا تبدأ هذه المنصة كتشتغل اون برود. دونك هذه المنصة هذه فيها كنحاولوا من خلالها باش نخلقوا واحد التوازن داخل فيما يخص العلاقة ما بين أرباب العمل وما بين الأجراء، بالشكل اللي غادي نفتحوا مجموعة من المكتسبات أو مجموعة من الخدمات لفائدة أرباب الشغل من قبيل الحصول على الوثائق الإدارية، وخاصة منها لاتيستاسيون 519 اللي كيتسلموها الشركات اللي كيسو ميسيون في لي مارشي بوبليك من جهه، وايضا ممكن انه يتم فيها التفاعل مع المفتشيات المديريات الاقليميه والجهويه للشغل، وايضا العمل على التفاعل بخصوص كل ما يتعلق بالأنظمة الداخلية للمقاولات التي تشغل أكثر من 10 أجراء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لفائدة الأجراء أنه هذا لا بروميير فيرسيون اللي غادي إن شاء الله تعطى الانطلاقة ديالها غادي تكون بالنسبة للأجراء أنه ممكن يتقدموا من خلالها بمجموعة من الشكايات اللي تيشوفوا بانه كاين عدم احترام قانون الشغل او هضم ديال الحقوق ديالهم، من قبيل عدم التصريح بهذا الاجراء في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اداء مستحقات الاجراء في الوقت المحدد، عدم الاستفاده من الزياده القانونيه، عدم احترام نظام العطل الرسميه. دونك مجموعه من المسائل اللي ممكن انه يكون كيعاني منها الاجير ممكن يقدم الشكايه ديالو من خلال هذه البلاتفورم. وهنا لابد ان اشير بان الشكايه ديال اي اجير انا غادي تكون انونيم،
لا احد ممكن ياخذ بالعلم ديالها ما عدا المسؤول المركزي على مستوى الوزاره اللي كيخص لا بلاتفورم، وممكن يقدم الشكايه ديالو، غيتم تتبعها واعطائها المسار القانوني اللي غادي يتسطر لها في اطار واحد لو مانيوال دو بروسيدور اللي غادي نطرحوه باراليلمون مع الاطلاق ديال هذه المنصه الالكترونيه. وهنا لابد ان اؤكد بان اليوم على مستوى الوزاره مع السيد الوزير يونس السكوري انه تنشتغلوا على تطوير الاليات القانونيه فيما يخص وهو كنقطع اشواط اللي جد متقدمه، خاصه فيما يخص مشاريع قوانين المتعلقه بالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الالكترونيه. كاين عمل متقدم اللي تتقوم به الوزاره في هذا التطوير والتحديث ديال التشريعات بالشكل اللي يتم المواكبه ديال هذه التحولات الرقميه اللي كيعرفها للميدان الشغل بشكل عام. شكرا لك من مراكش، كنت معنا مباشرة السيد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل. شكرا لك على كل هذه التوضيحات.